السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبعافية وزي الفل. في البداية ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تنساش الصلاة على الحبيب مهمة جدا. بعد ما صليت على الحبيب تعالى نبدأ بحاجة مهمة جدا، وهي انك تشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعارات بحلقاتنا الجديدة. وما تنساش لايك للفيديو وتكتب لي برضو الرقم اللايك بتاعك، فدي حاجة عظيمة جدا. بشكر الناس اللي بتكتبها جدا جدا جدا، شكرا جزيلا ليكم. طيب نبدا بايه؟ خلينا نبدا حاجه مهمه جدا، وهي ليها علاقه بمستر اوسوريو. مستر اوسوريو بتاع الزمالك. عايز اقول لك ان اوسوريو بقى على رادار فريق مونتيري، وقريبا جدا الراجل هيخلع. وهنا انا بطالب طلب يعني مهم جدا يا جماعه الخير، احنا عايزين نلعب مع بتوع البليله قبل ما الراجل ده يمشي. معلش انا بطالب، يعني اشمعنى يعني الفرق التانية تلعب واحنا لا؟ معلش احنا معلش عايزين ان احنا نجيب هذا الرجل. وخلي بالك الناس في نادي البليله ما عندهمش مشكله في رحيل الراجل. وهنا نطرح تساؤل، امال فين الخناقه اللي كانت من حوالي شهر على مين اللي جابه؟ كان يقول لك والله اللجنه الفنيه كانت بتقول لك احنا اللي جبناه، وموسيقار يقول لك لا ده امير ضاده هو اللي جابه، وخناقه كانت رايحه جايه، وفي الاخر الراجل غالبا مش هيكمل شهرين على بعض ويكون خالع. ده اول حاجه. الحاجه التانية برضو اللي انت لازم تكون عارفها، وهي عوده التدريبات. طبعا انت خلصت الماتش امبارح عادي جدا، النهارده كان في تدريب ومفيش اي مشكله. واحد يقول لي طب ما لحقناش ناخد راحه او بتاع. لا، تدريب النهارده كان مقسوم لنصين. النص الناس اللي اشتركت في المباراه دول خدوا تدريبات استشفائيه، اما الناس اللي هي ما شاركتش في المباراه فخدت تدريب اقوى شويه. فده نص وده نص. برضو من ضمن الحاجات اللي انت لازم تكون عارفها حصلت النهارده في التدريبات، وهو اجتماع كولر مع اللعيبه اللي عندها عروض احترافيه. يعني كل اللعيبه اللي جالها عروض احترافيه الفتره اللي فاتت الراجل اجتمع معاهم وقال لهم من الاخر نقفل صفحه التعاقدات وصفحه الانتقالات لحد ما دوري ابطال افريقيا يخلص، ثم بعد ذلك يشوفوا بقى الموضوع مع الاداره، واللي عايز يمشي مفيش اي مشكله. بالمناسبه كان في حاجه كده حصلت على برنامج هبيدو. برنامج هبيدو طلع اتكلم على حاجه مهمه جدا ليها علاقه باهلي جده ومحمد الشناوي الاثنين. وهنا نطرح تساؤل، طيب اقول لك قال ايه وهقول لك هل الكلام ده حقيقي ولا في اي كلام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام اللي اتقال ايه؟ الكلام اللي اتقال اني نادي اهلي جده السعودي بيطلب محمد الشناوي ب 8 مليون يورو. انت سمعتني صح، 8 مليون يورو. بس اسمع التفاصيل عشان تفهم الليله ماشيه ازاي. ال 8 مليون يورو دول منقسمين كالاتي: 3 مليون يورو اعاره لمده سنه، 5 مليون يورو دول تفعيل بند الشراء. يعني محمد الشناوي ب 8 مليون يورو في فريق اهلي جده السعودي. وهنا نبدا بطرح تساؤل مهم جدا على برنامج هبيدو وبقيه الاخوه. جماعه الخير، نادي اهلي جده السعودي موقوف القيد. ف واحد يقول لي طب وده معناه ان هو مش هيجيب لعيبه؟ هنا بقى نخش في التفصيله الصغنونه اللي انا جايبها لك بشكل او باخر. في حركه كده اهلي جده السعودي بيعملها مع الفيفا، ممكن بس بنسبه قليله جدا انها تنجح. طب في حاله ان هي نجحت يبقى برنامج هبيدو مش هبيدو، يبقى كلامه صح. طب لو ما اي كلام يبقى برنامج هبيدو كلامه غلط. هاشتاج بديهيات. ف دلوقتي في استئناف عامله فريق اهلي جده السعودي، ممكن ينجح وممكن يفشل. لو نجح يبقى الف مبروك يا بركه، يبقى العرض موجود ب 8 مليون يورو لمحمد الشناوي. طيب لو ما نجحش يبقى الف مبروك يا بركه، محمد الشناوي مكمل معاك ومفيش اي مشكله. وهنا نطرح تساؤل بسيط جدا: هل انت توافق على رحيل محمد الشناوي بالرقم ده؟ والسؤال الصح، لو رحل محمد الشناوي مين البديل؟ ده سؤال لازم تاخد بالك منه. انت هتقول طبعا رقم كبير ومية مية، وطبعا اي عاقل هيقول لك طبعا نوافق على بيعه، ولكن السؤال الصح مين البديل؟ مين اللي انت تعتمد عليه يكون موجود؟ هنا هيبقى في سؤال صعب. تمام. فدي حاجه لازم تكون عارف. واحد يقول لي لا ما الموضوع بسيط، علي لطفي او شوبير. اقول لك ماشي اوكي، لو ده رايك اكتبه. يعني واحد يقول لي طب وانت؟ لا ما بحبش اقول رايي كتير عشان ما اثرش عليك عزيزي المشاهد. ما انا لو قلت لك رايي فانا باثر عليك، فانا مش هقول لك رايي. انا استنى الحلقه الجايه بقول لك انا عايز مين. تقول لي لا ما خلاص. فدي حاجه لازم تكون عارفها. تمام.
بالمناسبة كان في قضية النهاردة للموسيقار، كانت اتأجلت ليوم 18 يوليو بسبب سب وقذف سيدة موظفة في البنك المركزي. ايه يا عم، انت مش عاتق يعني بتوع الرياضة وقلنا ماشي اهو مجالك وشغال فيها، ايه اللي وداك لدي؟ ماشي. فقضية جديدة سب وقذف بقى، هنا بقى ايه، الخطيب برضو هو السبب ولا قصدي الاهلي بيحاول يضربنا؟ ف- ماشي، فدي حاجة لازم تكون عارفها. طيب، الحاجة اللي كمان مهمة لازم برضو تكون عارفها، هي ليها علاقة بالصحف التركية. الصحف التركية النهاردة بدأت كلها تتكلم على قرب انتقال اسماعيل يسار لفريق بشكتاش التركي. واحد يقول لي احنا مالنا واحنا بنشجع بشكتاش؟ اقول لك لا، ده طز في بشكتاش، احنا يهمنا اللي جوه بشكتاش وهو جاكسون موليكا، الصفقه اللي بقى لها 8 سنين بنجري وراها. يعني انا بيتهيالي البرنامج ده هنا بقى لنا سنتين وشويه، وكان في قناه تانية برضو قبل كده كنت فيها برضو بتاع حوالي 3 4 سنين، يعني بنتكلم في حوالي 6 سنين بتكلم في ان موليكا جاي الاهلي. فالمهم يعني واحد يقول لي طب ما زهقتش؟ والله زهقت، بس هعمل ايه؟ بس يعني المهم يعني قبل ما تزهق، وانا عارف ان في ناس زهقت اصلا من موضوع موليكا والكلام ده كله، ولكن لعلها تكون المره دي وارد جدا. إيه الجديد؟ ايه الجديد يا باشا؟ زي ما بقول لك ان هم خلصوا خلاص مع عمنا اسماعيل يسار، وده بيقرب عمنا جاكسون موليكا. واحد يقول لي طب بيقربوا ازاي؟ لاني خلاص كده انت جبت بديل، فخلاص انت مش محتاج موليكا. حاجة المهمة جدا اللي بقى الصحف التركية بتتكلم عليها هي فكرة قدم عرض يا نادي اهلي، قدم لنا عرض عشان نوافق عليه. طب وهل الاهلي متحمس لفكرة موليكا؟ عايز اقول لك ان الاهلي بالنسبة له موليكا رقم واحد. ف- يعني موليكا رقم واحد لانها صفقة ليها ابعاد كتير. اولا اللعيب كويس، سيبك من الهزة اللي هو فيها دلوقتي مع فريق بشكتاش، سيبك منها. الحاجة التانية هي صفقة جماهيرية، طبعا دي هتعلي اسهم الناس في الادارة، ان هم يا جماعة ما بتجيبوش عمالين تجيبوا لنا خوازيق، ما بتجيبوا لناش مهاجم بقالكم فترة كويسة، فلما يجيب لك بقى موليكا فخلاص بقى يا عم انا اهو ما جبت لكم اللي مش نافع، ما نفعش، جبت لكم اهو بقى واحد سوبر ما ماليش دعوة. فدي حاجة تانية يعني. موليكا زي ما بقول لك النادي الاهلي طبعا حطه على اولوياته، ولكن الفكره بقى في الفلوس اللي هتدفع، وهنا هنبدا بقى يعني نشوف الحوار هيخلص على ايه. فده بالنسبه لموضوع عمنا موليكا. طيب الحاجه اللي كمان لازم سعادتك تكون عارفها، ان انت عندك مباراه طلائع الجيش بنسبه تتعدى ال 95%، ويمكن اكتر كمان، هيبقى واقف في حراسة المرمى مصطفى شوبير هو اللي هيقف، ومعاه مخلوف. واحد يقول لي حمزة علاء بقالنا فترة ما بنسمعش اسمه. حمزة علاء اتصاب بالغضروف. ما انت الشناوي يتصاب تلاقي كله جري وراه، ما تفهمش فيه ايه. ايه ده الشناوي انت اتصبت؟ فلنعلن تضامننا معه، كل حراس المرمى يتصابوا. فانت عندك علي لطفي مصاب، وعندك حمزه علاء مصاب، ربنا يستر على شوبير ومخلوف، يعني ما عندناش غيرهم بقى دلوقتي. ف المشكله هتبقى على فكره في كاس افريقيا. بس خلي بالك هو الشناوي يعني على حسب كلام دكتور احمد ابو عبله هيرجع قبل النهائي يعني، ولكن برضو تقلق، يعني برضو ايه تقلق، يعني مين اللي هيبقى موجود بقى وبتاع. يعني هنشوف الدنيا ماشيه ازاي، ربنا يستر يعني علينا. الناس بتوع على فكره بتوع الوداد المغربي، اخر حاجه نقولها، راصدين مكافآت ضخمه جدا، وعاملين شغل جامد جدا، وعاملين حاجات تقيله جدا، وقال لك احنا بقى جايين ناخد البطوله يا جدع ومش عارف ايه. مش عارف يعني، انت لسه واخدها السنه اللي فاتت، يعني في ما فيهاش عسل والله، سيبها السنه دي وخدها بعد كده. السنه دي بص، السنه دي مش هتخرج من القاهره ان شاء الله باذن الله. بس كده، السلام عليكم.